في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى مع لقاء جديد من لقاءات دورة الفقيه الصغير الثانية، والحديث فيها موصول عن أركان الإيمان. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أن للإيمان 6 أركان، أولها الإيمان بالله، ثانيها الإيمان بالملائكة، ثالثها الإيمان بالكتب، الرابع الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره. اليوم بإذن الله تعالى مع الإيمان بالرسل. لابد حتى تفهم قضية الرسل، لابد وأن تستوعب أن هناك مرسل وهناك رسول وهناك مرسل إليه ورسالة. مثلا لو نادينا على عبد الله، أقبل. تعال ثاني. كن على يميني. عبد الله، أقبل. تعال يا عبد الله، خليك في الوسط بجواري. حتى تفهم قضية الرسالة، اسمك محمد، عبد الله وعبد الله. عبد الله هذا يسكن في هذا المكان، ومحمد في مكان آخر بعيد عنه. عبد الله لا يستطيع أن يصل إلى محمد، عبد الله لا يستطيع أن يصل إلى محمد، إما لضعفه أو لجهله أو لعدم قدرته. فهنا محمد إذا أراد أن يرسل رسالة لهذا الضعيف، وهم عامة البشر، ماذا يفعل؟ يأتي بالرسالة ويدفعها إلى من؟ إلى هذا الواسطة، فينقل الرسالة من المرسل إلى من؟ إلى المرسل إليه. يبقى عندنا مرسل، هذا صاحب الرسالة، وهذا مرسل إليه، والواسطة بينهما من يسمى الرسول. يبقى مرسل ومرسل إليه ومن؟ ورسول. بما أتى هذا الرسول؟ جاء برسالة نقلها. هذا في دنيا البشر. رب العباد جل وعلا لما أراد أن ينزل رسالته إلى البشر، البشر لا يستطيع أن يصلوا إلى الله جل وعلا. إذا كان الناس لا يستطيعوا
أن يروا ملك من الملائكة في هذه الدنيا، هل يستطيعوا أن يروا رب الملائكة جل وعلا؟ لا، فلا طاقة لهم بهذا، فلهذا لا يستطيع أن يستقبل مباشرة، بل لا بد من واسطة تنقل رسالة المرسل إلى رسالة المرسل إليه. وهذا الرسول على صنفين: رسول من الملائكة ورسول من البشر. رسول من الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يأخذ الرسالة من؟ الله تعالى يلقي إليه، ثم يأتي جبريل وينزل بما أمره الله أن ينزل به، فينزل على من؟ على الواسطة الثانية، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا محمد يبلغ الرسالة إلى من؟ إلى البشر، إلى الناس. يبقى لابد أن تستوعب هذا جيدا. يبقى لابد عند وجود الرسول لابد من وجود مرسل، ولا بد من وجود مرسل إليه، ولا بد من وجود رسالة. كذلك في قضية الإيمان بالرسل لا بد وأن تفهم هذا جيدا. لا بد وأن تفهم أن الله جل وعلا له رسالة أرسلها إلى الناس، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له. وأرسل بهذه الرسالة رسولا إلى الناس، هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. قال رحمه الله: قال الإيمان بالرسل، وهذا ركن من أركان الإيمان، أن نؤمن بأنهم بشر. حتى تسمى مؤمن بالرسل لا بد أن تؤمن أنهم بشر، ليسوا ملائكة، بل إنهم بشر عبيد من عباد الله جل وعلا. فكل رسول أرسله الله برسالة من البشر وبلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان من؟ إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، حتى يوضح لهم مراد الله جل وعلا. وقال لا بد أن نؤمن أنهم بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. يعني لو سئلنا: الأنبياء يعلمون الغيب؟ يعلمون؟ لا يعلمون الغيب. من الذي يعلم الغيب؟ الله تعالى وحده لا شريك له. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالنبي لا يعلم إلا ما أوحاه الله إليه فقط، لا يعلم من الغيب شيء، لا يعلم من الغيب شيء. في أواخر سورة الجن قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، أي من ارتضاه الله فيخبره، غير ذلك لا. كذلك الأنبياء لا يخلقون شيئا، الذي يخلق هو الله وحده.
الأنبياء لا يملكون شفاء لأحد، ولا يملكون نفعا لأحد، ولا يملكون ضرا لأحد، إنما النفع والضر بيد من؟ بيد الله وحده. فقال ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وأنهم عبيد لا يعبدون. لهذا من يتوجه إلى رجل صالح، إلى ولي، ويذهب إليه لدعائه، نقول له احذر على نفسك، هذا شرك بمن؟ بالله جل وعلا. النبي لا يدعى، كيف يدعى من دون النبي في المنزلة؟ فلا يكون هذا أبدا، فإنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون. رسل الله جل وعلا لا يكذبون، لأنه لو كذب لصار هذا طعنا في ماذا؟ في ماذا؟ في الرسالة. إذا أرسلتك إلى فلان وأنت رجل كاذب، أول ما تذهب إليه قال ومن أدراني أن فلان أرسلك، لقد جربنا عليك الكذب، لا أصدقك. لهذا رسل الله لا يكذبون أبدا، وليس من صفاتهم. قال وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم، وأن الله أرسلهم، طالما أنه رسول هناك مرسل. المرسل له من؟ المرسل له من؟ الله جل وعلا هو الذي أرسله إلى الناس، وأيدهم بالآيات. الآيات هي المعجزات، أمر خارق للعادة لا يستطيعه البشر. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في زمن الحديبية ما يقارب 1400. هذا العدد لما يعطش كم يكفيه من الماء؟ 1400 كم يكفيه؟ يحتاج إلى ماء كثير. فلما عطش الصحابة جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في هذا الماء ففار الماء من بين أصابعه، فشربوا جميعا وارتووا وملأوا آنيتهم. هذا لا يكون إلا آية يؤيد الله بها من؟ أنبياءه. عيسى عليه السلام آيته كانت أنه يحيي الموتى، يدعو الله أن يرد الروح إلى فلان فيستجيب الله فيحيا هذا الشخص. يبرئ الأكمه. ما معنى الأكمه؟ هناك أعمى وهناك أكمه، ما الفارق بينهما؟ والأكمه لا يرى والأعمى لا يرى، ما الفارق إذن؟ نعم يا أبي. الأكمه ما له علاج صح؟ الأكمه ما له علاج. والأعمى؟ الأكمه أدوات الإبصار ذاتها غير متوفرة أصلا، لكن الأعمى فيها أدوات الإبصار لكنها تعطلت. موجودة الآلات لكن متعطلة. يقول لك فلان فيه انفصال في الشبكية، أو فلان جرى له شيء صار لا يرى، تجرى له عملية جراحية ثم يرى. لكن الأكمه هذا لا توجد عنده أدوات الإبصار أصلا. كان نبي الله عيسى يمسح على هذا المريض فيرى بإذن الله تعالى. هذه
معجزة. موسى عليه السلام لما جاء فرعون خلفه بجنوده والبحر من أمامه، ماذا فعل؟ ضرب بعصاه البحر فانفلق. ولما انفلق، العجيب مكان به ماء، مجرد أن نزيل الماء عنه الأرض لابد وأن تكون مبللة ولا جافة؟ مبللة. لكن قال الله: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. ما في بلل. هذا إعجاز، آية من الله أيد بها نبيه موسى. لو وضعنا فلان وفلان وفلان، أوقدنا نار ووضعناهم في داخل النار، خلال 3 دقائق ما الذي يجري لهم؟ ما الذي يجري؟ يحترقوا؟ ما يبقى منهم شيء. فلما ألقي نبي الله إبراهيم في النار قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما، وخرج من النار يمشي. هذه آيات يؤيد الله بها أنبياءه، وكان كل نبي يؤيده الله بمعجزة مما برع فيه قومه. يعني مثلا سيدنا عيسى لما كان يبرئ الأكمه والأبرص اشتهر الطب في قومه، لكن يعجز عن علاج هذه الحالات. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله في من؟ في العرب، وهم أفصح الناس. فلما جاءهم بماذا؟ جاءهم بالقرآن وتحداهم به، كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ولو أعان بعضهم بعضا. هذا تحدي بالقرآن كامل. في تحدي ب10 سور، فليأتوا ب10 سور مثله. في تحدي بسورة، فأتوا بسورة من مثله. بل التحدي وصل إلى آية وعجزوا عنها. تخيل، وهم من تكلموا في الشعر والفصاحة والبلاغة والأدب عجزوا أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن. فالله يؤيد أنبياءه بالآيات تصديقا لهم. قال: وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة. هل كتم النبي شيئا من الوحي؟ ممكن نبي من الأنبياء يرسله الله برسالة ويكتم منها شيئا؟ يعني مثلا الصلوات 6 صلوات والنبي علمنا 5 صلوات وترك السادسة؟ لا يجوز هذا، ولا يقال هذا في حق الأنبياء، بل إنهم أدوا الأمانة كاملة ونصحوا الأمة. ما فعلوا هذا؟ هم لا يريدوا من الناس أجرا، هم لا يريدوا من الناس أجرا. قل لا أسألكم عليه أجر، لا يريد من الناس شيء، إنما نصحوا وأدوا وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. قال: نؤمن بهم إجمالا. ما معنى نؤمن بهم إجمالا؟ أي أن الله أرسل رسلا وكلهم نؤمن بهم إجمالا، وبما علمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأخبارهم. هذا التفصيل. يعني مثلا الله تعالى أخبر أنه أرسل نبيا اسمه موسى،
وعيسى وإبراهيم ويحيى وإلياس ويونس. نؤمن أن الله تعالى أرسلهم، ونؤمن بأنه سماهم بهذه الأسماء التي أرسلوا وذكرها الله تعالى في كتابه. من منكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين؟ يوجد من رآه رأي عين فينا؟ طب في آبائنا؟ طب أجدادنا؟ لا يوجد من رآه رأي عين. طب من منا رأى موسى، عيسى، إبراهيم، نوح؟ طب لما نؤمن بهم؟ لأن الله أخبر أنه أرسل رسلا إلى الناس، فوجب علينا أن نؤمن بهم إجمالا وبما أخبر الله تفصيلا. أول الأنبياء نوح عليه السلام، آدم عليه السلام، معذرة، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين بدر التمام ومسك الختام محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله في القرآن منهم 25، منهم 5 أولو العزم. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهم من؟ نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليهم جميعا. كل نبي أرسله الله برسالة يتفقون في شيء واحد أصل، وهو عبادة الله تعالى، وبقية الشرائع تختلف. قد تكون الصلاة عندنا بهيئة وعند النصارى بأخرى، عند النصارى بهيئة وعند اليهود بأخرى، هيئات، لكن يتفقون في أصل واحد، وهو ماذا؟ عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم جيدا، كل نبي من السابقين أرسله الله إلى قومه، ففي الزمن الواحد قد يجتمع أكثر من نبي أو رسول، هذا في المنطقة الفلانية، وهذا إلى قومه في المنطقة الفلانية، وهذا إلى قومه في المنطقة الفلانية. فلما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما هو رسول إلى اليهود فقط أو إلى النصارى فقط أو إلى العرب فقط، بل إلى الناس كافة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، إلى الناس عامة، أرسله الله إلى جميع الناس. لهذا لو جاءك إنسان وقال لك: إبراهيم نبي الله؟ نقول له: نعم. رسول الله؟ نعم. قال: أنا أتبع إبراهيم ولا أتبع محمد.
وإبراهيم نبي الله ومحمد نبي الله، فلا تلزمني به. نقول له لا. لماذا؟ لأن الإيمان بهم جميعا واجب، أي نعم، لكن هناك شيء آخر، وهو قل. أي نعم، لكن هذا يستدعي شيء. طالما أن القرآن نزل للناس كافة، معنى هذا توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، موسى، كل هذه ماذا جرى فيها؟ نسخت. ما معنى نسخت؟ نسخت يعني يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. الظل هكذا لما تأتي الشمس يبدأ يذهب. فهذه الشرائع السابقة نسخت بشريعة من؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بل لو جاءك إنسان وقال لك أنه على اليهودية وأنه على دين موسى، نقول له لا يقبل منك حتى تؤمن بمن؟ برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقبل الله بعد بعثته دينا من الناس سواه. دين ماذا؟ الإسلام. ذكرنا لكم أن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح. بقي عندنا الفارق بين الرسول والنبي، الفارق بينهما، وإن كان بعض العلماء قال لا فارق، لكن أبرز ما ذكر من الفوارق أن الرسول جاء برسالة جديدة، أما النبي يبلغ شرع السابق عليه من الأنبياء. مثلا نبي الله هارون جاء يساعد من؟ يساعد نبي الله موسى عليه السلام. فموسى رسول وهارون نبي. فإذا جاء على نفس الرسالة السابقة يعين عليها ويبلغها، هذا يسمى نبي. أما إذا جاء برسالة جديدة من عند الله جل وعلا فهو رسول. هذا خلاصة الإيمان بالرسل. وجب علينا أن نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله تعالى في كتابه. ماذا قال؟ لا نفرق بين أحد من رسله، إنما نؤمن بهم جميعا أنهم رسل الله وأنبياؤه، أنهم عباد الله، أنهم بلغوا الأمانة، وأنهم نصحوا الأمة، وأنهم لم يكذبوا على الأمة، وأن الله تعالى أيدهم بالإيمان بالمعجزات. وبقي شيء آخر لا بد وأن تفهمه جيدا، وهو أنه يجب علينا الإيمان بهم جميعا، أن الله عصمهم من المعاصي. لماذا؟ لأن لو أن رجلا رأى نبيا يسرق، هل يتبعه؟ يسقط من نظره. أو رأى نبيا يزني، كيف هذا يأمرني بألا أزني وهو يزني، بألا أسرق وهو يسرق، فيسقط من نظر الناس. لهذا عصم الله أنبياءه من هذه المعاصي، لا يقعون فيها ولم يقعوا فيها عليهم السلام. لابد وأن تؤمن بهذا جيدا.
لم يقع نبي من الأنبياء في معصية من معاصي رب العباد جل وعلا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله. اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص